هلا هلا، تعالوا اقول لكم رايي في انواع الصن بلوكس اللي جربتهم، واستنوا اخر الفيديو عشان فيه حاجه غير متوقعه. هبدا باول واحد وهو بايوديرما. هو اصلا مقاطعه يا جماعه، اوكي؟ بس انا بقول رايي حتى لو في منتج مقاطعه او كده، لان في ناس بتكون عايشه بره مصر فاكيد مش عندها المنتجات المصريه او المنتجات العربيه، يعني لو هم في دول اجنبيه، فعشان كده انا بقول لكم المنتجات المقاطعه، لكن احنا قلبا وقالبا مع المقاطعه. فاول حاجه هو بايوديرما، الحمايه بتاعته 100. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، انت اصلا من اول 50 او 50 بلس اوكي ماشي، لكن ازيد من كده بتبقى كيميكالز بزياده بتحطيها على وشك ملهاش اي لازمه، ومش بتاثر قوي في الحمايه بتاعه الشمس اصلا، هي بس يعني زي دعايه كده بزياده. بصراحه هو ما عجبنيش لان هو بيعمل وايت كاست. يعني بصوا، هي مش بتبان قوي اوكي، بس هو كان اكتر حاجه مش عجباني فيه ان هو كان بيفرول، كان بيعمل كده زي حاجات مفروله كده. حتى هو على فكره من سنين. بالمناسبة يا جماعة، اللي شايف الفيديو بتاع شنطة الذكريات اللي مش عارفة كانت من 14 سنة ولا ايه، كان هيلاقي ده فيهم، كان من ضمن المنتجات اللي كنت بستخدمها برضه وقت الجامعة، وكان مش بيعجبني حتة الفرولة اللي فيه، بس هو طبعا كحماية ان هو مش بيخلي الجلد يسمر ولا اي حاجة، بجد هو فعلا كان حلو. دي الحاجة الوحيدة اللي ما عجبتنيش ومتخلتنيش ان انا اكمل عليه. تاني حاجة هو الصن بلوك ده بتاع ايزيس فورما. انا ما اعرفش ايزيس فورما معانا ولا لا، فانتوا لو عارفين قولوا لي في الكومنتس. بس طبعا يعني بصوا باين انا واكلاه حرفيا من كتر ما حبيته. الحمايه بتاعته 50 بلس، وانا كنت جايباه وقت لما كنت رايحه شهر العسل، يعني عشان بقى ايه، بصوا انا حرفيا كنت منقوعه في البحر يعني اوكي، فانا كنت بستخدم الصن بلوك ده. انا عايزه اقول لكم ان حتى الاسم رور ما شاء الله بجد ما كانش فيه، يعني ما كانش فيه بجد اسم رور ابدا، بجد هو عجبني. بصوا للامانه هو كان بيعمل وايت كاست شويه، بس كل ما هتدميكي اكتر 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 كل ما ايه هتبدا تخف معاكي شويه. انا طبعا كنت بحط الكميه اللي هي اصلا المفروض نحطها، اللي هم قد مقدار الصباعين دول، فكان طبعا بتبقى كميه كبيره قوي، بس انا ما كانش بيفرق معايا في وايت كاست ما فيش وايت كاست، انا كده نازله الميه يعني، المهم عندي ان انا بشرتي تبقى محميه. تالت حاجه بقى السون سكرين بتاع بوباي. بس ده اللي هو الجل، عشان في منه الكريم للبشرة اللي هي الجافة، ده علشان البشرة الدهنية والمختلطة. بصراحة يا جماعة هو حلو جدا، ما بيعملش وايت كاست، ومناسب جدا جدا للبنات اللي بتنزل الجامعة. بصوا السن سكرين او السن بلوك مش معناه ان احنا ما نسمرش اوكي، دي بتبقى يعني حاجة اكسترا لو هو عملها اوكي، بس لو ما عملهاش فده مش معناه ان هو وحش. هو اصلا الفايدة بتاعت السن سكرين او احنا بنستخدمه ليه، علشان يحملنا بشرتنا انها ما تتهيكش او ما تتلسعش من الشمس او ما تتحرقش، او مثلا الناس اللي هي بتروح مصيف بس ما بتحطش مثلا سان سكرين او سان بلوك بتلاقوا وشها مقشر كده، فده بيبقى زي حروق بسيطه جدا من الشمس. فاحنا لما بنحط السان بلوك هو المفروض دي وظيفته الاساسيه ان هو يحمي حاجز البشره، لكن مش ان هو يمنع لنا السمار وان هو ما يخليناش نسمر او كده، لا الاسمرار ده حاجه طبيعي اوكي. فانا شايفه ان السان بلوك ده تحفه جدا للبنات بتاعه الجامعه، انا كنت برضو بحطه وانا نازله الجامعه وكان حلو جدا جدا. كان ممكن بس يعني ايه يخليني اسمر درجه واحده بس مش اكتر من كده، وانا كمان كان طبيعه الجامعه بتاعتي كنت بنزل في الشمس كتير قوي، ما كنتش على طول جوه المبنى بتاع الجامعه وكده، ما علينا. المهم يعني ان هو تحفه جدا جدا لو انتوا بتروحوا الجامعه او لو بتنزلوا الشغل كمان، خصوصا ان هو سعره حلو ومناسب جدا، يعني سعره افوردبل قوي بالنسبه مثلا للحاجات اللي هي التانية دي. وانا مش عارفه انا قلت لكم ولا لا، بس هو الحمايه بتاعته 50 بلس، فحلوه جدا. بصوا بقى اخر حاجه واللي انا نفسي ما كنتش متوقعاها اصلا هو ده، السان سكرين بتاع لونا. هو برضو الاس بي اف بتاعته 50 بلس، بس انا اقول لكم انا ما كنتش بحطه على وشي، انا برضو كنت مستخدماه وانا في شهر العسل، كنت بحطه على ايدي وكده، وايدي بجد يا جماعه والله العظيم بجد حتى ما اسمرتش، يعني انا بجد هو ده اللي خلاني اللي هو اتفاجئ، يعني اتبهرت قوي انه ازاي. ولما كنت بنزل حتى البول كنت برضو كنت بحطه كمان على زوجي، وبعد كده استخدمناه كذا مره وخليت اخواتي يستخدموه. جماعه بجد تحفه، بس انا للامانه ما استخدمتوش على وشي، انا كنت بستخدمه بس على ايدي على رجلي اي حته بس هتبان غير الوش يعني، وكده كنت بستخدمه عليه. بجد بجد تحفه وسعره حلو جدا جدا. بس كده، لو عجبكم الفيديو وحابين تشوفوني تاني اكيد ما تنسوش تعملوا الفولو واللايك والشير، وباي باي.